لتر وربع شامبو تحفة 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 بالأعشاب الطبيعية وبتمن لا تتخيلي. تخيلي انت لو جبتي دوت من بره هيبقى بكام؟ تمام. تعالي معايا في الفيديو وانت تعرفي ايه المكونات بتاعته، وهل هو كلف معايا ولا لأ، وهل هو فعلا شكله حلو ولا لأ. يلا بينا على الفيديو، وما تنسيش تعملي لايك وشير وتصلي على الرسول. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن الاحوال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هعمل معاكي النهارده وصفه حلوه جدا جدا جدا، شامبو للشعر. عايزه اقول لك شامبو طبيعي وبدون تكلفه ووهم بجد. طيب هنبتدي بايه؟ عارفه انتي هتكفي معاكي فتره طويله. بس قبل ما نبتدي اتمنى ان اول مره تشوفي القناه ما تنساش ان هي تشترك وتفعل الجرس بحيث ان كل الاشعارات، وكمان يا ريت تعملي لي لايك وشير، وما ننساش الصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. تمام. هنقول ايه هي المكونات. اول حاجه، عارفين انتوا اللبان المر؟ انا ديت ما صورتهاش. بصي هي 5 جنيه، وما يديكي حبه صغننين. هتنقعيهم في كوبايه ميه من 2 ل3، ولو انت كده اعمليها من بالليل للصبح. هندلقها كلها كده في كزرولة. تمام كده. اول مكون وال5 جنيه بس. طيب مكون تاني كمان دوت، عارفه ده كرياتين طبيعي 100%، وبيفرد الشعر واستخدامه بينبت الشعر طبعا، غير ان انا اللبان الذكر بفوائده كتيره جدا. انا هقولك عليهم وانتوا سرشوا على الفوائد بتاعته كلها عشان ما اطولش عليكم على الفيديو. وب5 جنيه بذر كتان. ده شكله اهو، هتلاقي الحبايه بتاعته كبيره. اعرفي كويس شكله علشان ما يديكيش حب رشاد ويقولك ان هو دوت. هتجيبي برضو ب5 جنيه وتحطوهم مع الميه دي. هم على كده فكره المكونين خلصوا، لكن انا هحط معاهم مكونات تانية وانتي وراحتك. طبعا في مكون اساسي لسه ما قلتلكيش عليه، احنا قايلين في حدود ما بين 20 ل25 جنيه على حسب المنطقه اللي انتي فيها. هتجيبي 5 لبان مر او لبان ذكر، وهتجيبي ب5 جنيه بذر كتان. انا بقى من عندي هحط معاه حوالي، عارفين انتوا الشاي الاخضر اهو دوت، هحط معاه كده قد قبضة صباعين بالشكل ده كده. ماشي، ما تكتروش منه لان دوت برضو يعني هو قوي شويه. هو حلو جدا طبعا للتخسيس، وحلو جدا لتنزيل هركز واقول لكم الكوليسترول، بينزل الكوليسترول. خلاص انا خدت كده قد قبضتين من صباعي كده. هحط معاهم ايه كمان برضو دوت اختياري، هحط معاه روزماري او اكليل الجبل، وده شكله ماشي. هحط شويه منه. هي كل الفكرة ان انا عايزة اعزز الوصفة. دول انا هحطهم يغلوا شوية على النار. يعني انا حطيت مقدار حوالي يجي بتاع كوبايتين 200 ملي. هسيبهم يغلوا بس لحد ما يخسوا شوية، يعني بتاع 5 دقايق. وعلى ما يخلصوا ويغلوا هنحط بقى المكون الرئيسي وهقولك هنعمل ايه. والمكون بقى الرئيسي معانا نابلس شاهين، صابونة نابلس شاهين، ودي غنية عن التعريف. دلوقتي بقى موجود منها حوالي تقريبا هتكفي معاكي فتره طويله. بس قبل ما نبتدي اتمنى ان اول مره تشوفي القناه ما تنساش ان هي تشترك وتفعل الجرس بحيث ان كل الاشعارات، وكمان يا ريت تعملي لي لايك وشير، وما ننساش الصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. تمام. هنقول ايه هي المكونات. اول حاجه، عارفين انتوا اللبان المر؟ انا ديت ما صورتهاش. بصي هي 5 جنيه، وما يديكي حبه صغننين. هتنقعيهم في كوبايه ميه من 2 ل3، ولو انت كده اعمليها من بالليل للصبح. هندلقها كلها كده في كزرولة. تمام كده. اول مكون وال5 جنيه بس. طيب مكون تاني كمان دوت، عارفه ده كرياتين طبيعي 100%، وبيفرد الشعر واستخدامه بينبت الشعر طبعا، غير ان انا اللبان الذكر بفوائده كتيره جدا. انا هقولك عليهم وانتوا سرشوا على الفوائد بتاعته كلها عشان ما اطولش عليكم على الفيديو. وب5 جنيه بذر كتان. ده شكله اهو، هتلاقي الحبايه بتاعته كبيره. اعرفي كويس شكله علشان ما يديكيش حب رشاد ويقولك ان هو دوت. هتجيبي برضو ب5 جنيه وتحطوهم مع الميه دي. هم على كده فكره المكونين
خلصوا. لكن انا هحط معاهم مكونات تانية وانتي وراحتك. طبعا في مكون اساسي لسه ما قلتلكيش عليه، احنا قايلين في حدود ما بين 20 ل 25 جنيه على حسب المنطقه اللي انتي فيها. هتجيبي 5 لبان مر او لبان دكر، وهتجيبي ب5 جنيه بذر كتان. انا بقى من عندي هحط معاه حوالي، عارفين انتوا الشاي الاخضر اهو دوت، هحط معاه كده قد قبضة صباعين بالشكل ده كده، ماشي. ما تكتروش منه لان دوت برضو يعني هو قوي شويه. هو حلو جدا طبعا للتخسيس، وحلو جدا لتنزيل هركز واقول لكم الكوليسترول، بينزل الكوليسترول. خلاص انا خدت كده ابدا قبضتين من صباعي كده. هحط معاهم ايه كمان برضو دوت اختياري، هحط معاه روزماري او اكليل الجبل، وده شكله ماشي. هحط شويه منه. هي كل الفكره ان انا عايزه اعزز الوصفه. دول انا هحطهم يغلوا شويه على النار. يعني انا حطيت مقدار حوالي يجي بتاع كوبايتين 200 ملي. هسيبهم يغلوا بس لحد ما يخسوا شويه، يعني بتاع 5 دقايق. وعلى ما يخلصوا ويغلوا هنحط بقى المكون الرئيسي وهقولك هنعمل ايه. والمكون بقى الرئيسي معانا نابلس شاهين، صابونة نابلس شاهين، ودي غنية عن التعريف. دلوقتي بقى موجود منها حوالي تقريبا 3 مقاسات. انا مش عارفة صراحة هي ده المقاس الانهي، بس انا متهيألي ان دي الصغيرة، لان ده شكلها بالشكل ده كده. ديت هتلاقيها متفاوتة، يعني انا جايباها في 12 وفي ناس كانوا بيبيعوها 15، ومتهيألي في ناس كانت تانية برضو بتبيعها بأقل من كده ب10 جنيه تقريبا. عشان كده ما بقولك هي ما بين 20 وما بين 25. هعمل ايه؟ على المية اللي انا سايباها ما تغلي هبشر الصابونة دي كلها في الطبق. لو انت جبت الكبيرة